وبكده الحمد لله نكون راجعنا على كل الفروع بتاع العربي، وكمان حلنا اكتر من 15 شامل في ليالي الامتحان. بس دي اجمد خطه هتمشي عليها في العربي وهتخليك تظبطه ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله خلاص السنه انتهت بحلوها ومرها وجينا ليالي الامتحان العربي. بصوا بقى يا عم، ليالي الامتحان العربي دي مختلفه تماما عن اي حاجه انت ذاكرتها طول السنه، لازم تكون مستغلها بطريقه كويسه جدا جدا جدا. فكمل معايا الفيديو، هقول لك بالظبط تعمل ايه في كل فرع، وازاي كده من يوم مثلا 17 لحد يوم 22 ان شاء الله، اللي هو بعد ما تيجي من الامتحان الفرنساوي تعمل ايه بالظبط في العربي، وكل فرع تذاكره ازاي. وبجد والله الخطه دي فعلا ان شاء الله هتنفع معاكم كلكم وتخليك تضمن اكبر درجه ان شاء الله. والاهم دلوقتي ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لكل اصحابك ويستفيدوا زيك. وان شاء الله في ليله الامتحان بتاع باقي المواد هنزل لك نفس الفيديو ان شاء الله، خليك ان شاء الله تلم كل الماده في اليومين ثلاثه اللي قبلها. بص يا صديقي، انت المفروض عندك بكره ان شاء الله اللي هو يوم 17 عندك امتحان فرنساوي. من اول ما تيجي من الامتحان الفرنساوي مثلا جيت على الظهر ولا حاجه، هيبقى معاك يوم 17 يوم 18 19 20 21، معاك 5 ايام قبل الامتحان العربي. هقول لك كل يوم تستغله ازاي، لازم تكون ماشي بخطه، مش ماشي كده ايه بتجري وخلاص. كمان ان انت كل الفروع مش هتذاكرها مثلا من انت كنت بتذاكرها في الاول. يعني النحو انت هتذاكره من المنظر انت ذاكرته منه الاول، الكتاب بتاع عشان انت كنت بتذاكر منه، الادب والبلاغه ما تذاكرهمش من الكتاب بتاعك. يا عم في مذكره هبعتها لك على التليجرام كده، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، مذكره بتاع مستر محمد صلاح، بجد كانت رايقه وكانت صغيره جدا، بيجيب لك كل مدرسه شعريه في صفحه واحده. فانا هبعتها لك على التليجرام، راجع منها الادب وراجع البلاغه، يبقى انت كده خلصت. وبالنسبه للقصه انت تسمع الفيديو بس، مش مضطر تقراها. والتعبير نفس الموضوع برضو، هبعت لك المذكره بتاعته كده بعد ما تسمع الفيديو بتاع مستر محمد صلاح، هبعت لك المذكره بتاعته برضو على التليجرام. اول حاجه انت لازم تعملها ان انت اصلا تراجع على كل الفروع بتاع العربي. طب هتراجع ازاي على كل الفروع بتاع العربي؟ يوم 17 ان شاء الله ويوم 18 هناخدهم كلهم ان احنا نراجع على العربي. هتقول لي هراجع على العربي في يومين؟ ان شاء الله هتراجع عليه في يومين. ببساطه اول حاجه انت هتعملها يوم 17 هتراجع على الادب والبلاغه. هتمسك لي الادب والبلاغه كده ايه اول ما تيجي من اللجنه ان شاء الله لحد اخر اليوم تخلص الادب والبلاغه. هيخلصوا اقسم بالله، يخلصوا كمان تحل عليهم، هيخلصوا زياده. انت الادب عندك كام مدرسه، والمسرحيه والمقال كل واحده فيهم صفحه، حاجات يعتبر هي اصلا قراءه. فانت مثلا لو انت محتاج انت تسمع فيديو مستر محمد صلاح، طب هل تعتمد اصلا مين من المدرسين اللي انت تسمعه؟ مستر محمد صلاح بالنسبه لي كان اجمل مدرس بجد في ليالي الامتحان، ربنا يبارك له، بجد كان يعني مظبط كل فرع في العربي. فانت ممكن تسمع الفيديو مثلا بتاع الادب، لو انت كان ناقصك حاجه في الادب اسمع الفيديو بتاع الادب، وبعدها ابدا انت اقرا كل المدارس، المدرسه الكلاسيكيه، بعد كده مدرسه الوجدان، بعد كده القبول والمهاجر، انت ايه مدرسه في الثانيه في الثالثه. طبعا الاعتماد هيكون على نفسك اكتر. فانت يا عم كده خلصت المدارس وخلصت الادب الحمد لله. خد منك زي ما خد بقى. ممكن مثلا تسمع الفيديو بتاع مستر محمد صلاح في ساعتين ثلاثه وذاكر بجد الادب كله، والله يمكن هياخد منك 3 ساعات بالكتير. فانت ان شاء الله بقى انت كده خلصت الادب. تيجي على البلاغه، البلاغه اصلا صغيره جدا، وكمان كلها اصلا كانت دروس عندك في ثانيه ثانوي وفي اولى ثانوي. فانت يا عم هتراجع كده على الدروس دي سريعا، ما تسمعلهاش فيديو بصراحه. شايف ان انت المفروض تسمع لها فيديو، ده التشبيه والاستعاره المكنيه والاستعاره التصريحيه وحاجات بصراحه مش مستاهله جامد كده. يا عم ان شاء الله يوم 17 خلص، نيجي اليوم 18. يوم 18 ان شاء الله هتراجع النحو، وده بصراحه اليوم اللي هيكون اصعب يعني. يوم النحو ده انت عندك دروس نحو كتير. هل تسمع فيديوهات في النحو؟ والله انا لا افضل ان تسمع فيديوهات في النحو. ليه؟ لان النحو كبير جدا، يعني دروس كده معديه 60 درس نحو، فانت اصلا هتسمع ازاي كل ده؟ بصراحه هيكون كبيره جدا، وهتلاقي على الاقل الفيديوهات داخلها في 12 ساعه ولا حاجه. فبصراحه ما فيش وقت ان انت تعمل كل ده. وانت مذاكر النحو قبل كده، امسك يا عم كده المصدر اللي انت ذاكرت منه قبل كده، المصدر اللي انت ذاكرته منه قبل كده، وهتمسك كده الدرس الاول نحو، الدرس الاول في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، ربنا يكرمك ان شاء الله خلصت الوحده الاولى، خد راء بريك بعدها الوحده الثانيه الثالثه الرابعه، هتيجي على اخر اليوم ان شاء الله هتكون مخلصه. هل انا بقول لك خطه خزعبليه؟ لا اقسم بالله انا مجرب الكلام ده. انا مشيت على الخطه دي السنه اللي فاتت وعملت خطه النحو دي بالظبط. كنت بمسك النحو كده يوم كامل من اوله، بصحى من بعد الفجر معايا مثلا لحد الساعه 12 على الاقل. انت كده كده لازم تكون بتذاكر 12 ساعه ولا حاجه في ليله الامتحان، ما تضيعش ثانيه. وبعد ال 12 ساعه دول اسمع مني بجد، هتكون فعلا ان شاء الله خلصت النحو. هل الخطه اللي انا بقول لك عليها دي ضغط ليك؟ اكيد ضغط عليك، لان انت كده كده لازم تكون مضغوط، انت في ليالي امتحان وبتراجع كم كبير جدا جدا، ولازم تعدي على كل فكره وكل درس، وكده ده لا شك منه. وانت بتراجع دروس النحو، لو انت كنت معلم على اي سؤال راجعه، اي سؤال بجد كنت معلم عليه، والله درس النحو ده كان فيه فكره كذا، انا كنت بعمل كده. كنت بعد ما اذاكر الدرس ابص والله في كام سؤال كده انا معلم عليهم حلو. الدرس الثاني والثالث زي ما قلت لك. كمان انت اصلا ممكن تبدا من النحو من يوم 17 بالليل. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك والله الادب والبلاغه لو انت فعلا ذاكرت من الظهر بتاع يوم 17 بعد ما جيت مثلا من الفرنساوي، والله ممكن يخلصوا على المغرب. انا مجرب بجد وبقول لك فعلا يخلصوا على المغرب. ممكن تبدا مثلا تاخد لك كام درس كده من النحو بالليل ويوم 17 كله. ويا عم لو النحو اخر منك سنه عادي، يا عم هياخد ايه اول كام ساعه في يوم 18.
نيجي بقى للخطوة الأهم، سواء كنت حلل شوامل قبل كده أو مش حالل، خطوة حل الشوامل. خلصت المنهج كله ورا بعضه، مش شرط إن أنت تحل جزء بالمناسبة، ده أصلا يعني ليالي الشوامل مفيش حاجة اسمها حل جزئي. هتمسك بقى يوم 19 ويوم 20 حل شوامل بس، زي ما قلت لك كده أنت معاك على الأقل 12 ساعة في اليوم، يوم 19 ويوم 20. امسك يا عم حل شوامل 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 شوامل. انت بتبدا مثلا بنماذج الاسترشاديه ولا لا؟ لا، ما تبداش بكده. لو انت ما حللش خالص، نصيحه مني بجد، حل من كتاب بيان او كتاب كيان. اكتر كتابين والله فعلا كانوا مقربين لامتحان اخر السنه بالنسبه لي السنه اللي فاتت. فانت حل كتاب كيان الذهبي او كتاب بيان، حل منه شوامل كتير. طيب مثلا جيت يوم 20 ولا حاجه، لا والله انا عاوز مثلا احل 3 4 نماذج استرشاديه، اه يا عم عادي حلهم. الاهم بجد ان انت في اليومين دول ما تحلش اقل من 16 شامل. يعني ليه 16 بالذات؟ انت اليوم الاول ده بجد والله يعني ما تحلش اقل من 8، وانا بكلمك فعلا. يعني اليوم كامل تحل فيه كمان 8، ويمكن كمان توصل ل 10 لو انت زودت على نفسك. في اليومين دول الحمد لله هنكون حاليا من 15 ل 20 شامل. طيب هل ما تحلش السنوات السابقه؟ لا، هتحل السنوات السابقه ولكن بطريقه مختلفه شويه، العربي عن باقي المواد. اهم حاجه في السنوات السابقه في العربي هي النحو. انت اكيد مش محتاج مثلا القراءه بتاع السنوات السابقه، يعني زيها زي الشوامل التانيه. مش محتاج مثلا النصوص محتاج كده زي الشوامل اللي انت هتحلها. فانت اهم حاجه محتاجها النحو، والنحو ده بقى اسمع مني هنعمل فيه ايه. نيجي بقى اليوم 21 هنبطل حل الشوامل. هتعمل ايه؟ هتحل نحو بس. ليه هتعمل كده؟ انا الحاجه دي عملتها السنه اللي فاتت قبل الامتحان بيوم، حليت نحو بس وعرفت حل الشوامل الحمد لله. كنت حليت كم كويس زي ما قلت لك، من 15 ل 20 اهو. فانت المفروض بعدها ايه؟ تبدا بقى تركز على النحو. طب ليه ما كملش مثلا حل الشوامل؟ هو الشوامل عباره ايه؟ عن قراءه متحرره، وكده كده انت خلاص يعني حليت قراءه متحرره بما فيه الكفايه. حليت مثلا نصوص بما فيه الكفايه. عايزك بقى تركز على النحو، الحاجه الاكبر ان انت ان شاء الله تدخل تلاقيها في الامتحان. ما هو النحو الحاجه الوحيده اللي انت تدخل ايه؟ تلاقيها فعلا في الامتحان، المفروض ان شاء الله تكون ضامن درجته. تبدا يا عم بقى تحل لك كده بنك اسئله نحو لا يعد. حل كل النحو اللي في السنوات السابقه، امتحان في الثاني في الثالث في الرابع، كل الامتحانات. هتلاقي مثلا هم 15 امتحان ولا حاجه، في 18 سؤال ولا حاجه، هتلاقي نفسك حليت كم كبير جدا. خلصتهم يا عم، تبدا على كده تشوف اي مصدر تاني بتاع النحو. زي ما قلت لك كده، خد يوم 21 ده اللي هو قبل الامتحان بالظبط، خده كل نحو. هيكون فاضل لنا كده فيديوهين هتسمعوا معاه. فيديو التعبير بتاع مستر محمد صلاح. ليه بقول لك اسمعه في يوم 21؟ علشان المعلومات بتاع مستر محمد صلاح اللي هو قايلها لك في التعبير تكون لسه في دماغك. فانت اول ما تصحى كده في يوم 21 بعد الفجر ولا حاجه، الفيديو صغير اصلا بتاع التعبير ساعتين، وتضربه في واحد ونص ولا حاجه ولا اتنين، خلصه في ساعه ونص مش حكايه. مش شرط انت تقعد تكتب 100 تعبير، يعني انت اهم حاجه بس تشوف التعبير بيتكتب ازاي. خلصت تمام. نيجي بعدها للقصه. القصه برضو انت عارف ان هي بيجي عليها سؤالين بالكتير، فانت اكيد مش هتقعد تهري فيها 3 ايام. لا برضو مستر محمد صلاح يعتبر شرحها في ساعتين ولا حاجه. هتقعد مستقنيس كده يا باشا، تقعد تسمع الفيديو، ركزت في الفيديو كويس جدا جدا. مستر محمد صلاح قاعد بيحكي لك حكايه، فانت اصلا قاعد مستمتع، ويعتبر دي اصلا بريك بالنسبه لك. فما انت كده خلصت التعبير وخلصت ايه الفيديو بتاع القصه، انت كده ما خدتش منك وقت ولا مذاكره، اصلا دي ما بتذاكرش. وبعدها تبدا تحل نحو زي ما انا قلت لك. خطه مش سهله وخطه ضغط جامد وانا عارف، ولكن زي ما قلت لك انت لازم تضغط على نفسك جامد، وما تقعدش تضيع الكام يوم اللي فاضل لك، ال5 ايام بتاع ليالي الامتحان، في ان انت تقعد تسمع فيديوهات بس. سماع الفيديوهات والله مهما سمعت فيديو 100 مره مش هيغنيك عن ان انت تذاكر وتبدا تحل بايدك. لازم تحل بنفسك كده وتشوف والله الشامل ده بيتصرف ازاي، الاسئله دي بتتحل ازاي، اسئله السنين السابقه الافكار اللي فيها. فانت لازم كده تكون مع نفسك. انا سمعت مستر محمد صلاح السنه اللي فاتت، ولكن استمعته في الاجزاء اللي انا عاوزها. استمعته مثلا في القصه، استمعته في التعبير، ما استمعتوش في النحو لان انا كنت مذاكر النحو قبل كده. مسكت الكتاب بتاعي زي ما قلت لك وبدات اراجع مع نفسي وبس. مش حابب اطول عليكم. ان شاء الله تستفيد كده بالخطه دي، وان شاء الله ان شاء الله تفرق معاك في مستواك والله بجد، لانها عن تجربه وكلام مش خزعبلي والله فعلا. انا بقول لك حاجه انا جربتها فعلا، وان شاء الله تنتفع بيها. واي مذكره زي ما قلت لك انت هتذاكر منها هسيبها لك في الجروب بتاع التليجرام، اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، ادخل فيه. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك، وان شاء الله كلكم تستفيدوا. اشوفكم في فيديو جديد، بالتوفيق ان شاء الله. سلام.